الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أفضل دعاء للميت على الإطلاق، أفضل دعاء للميت اللي أنا هقوله لك ده الذي تعلمناه من أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، من سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدعاء ده عايز كل واحد بيتبع الجنائز وبيصلي على الأموات وحريص على الخير وعلى الأجر وعلى جبال الحسنات يحفظه وادعيه لكل ميت. وبرضه لما تروح تزور أبوك في المقابر أو تزور أمك في المقابر أو تزور عزيز عليك في المقابر، قوله، عايزك تحفظه زي اسمك وأكتر كمان. هذا الدعاء أفضل دعاء للميت، والحديث عند الإمام مسلم حتى قال عوف بن مالك: ليتني كنت أنا هذا الميت. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء على جنازة تمنى عوف بن مالك أن يكون هو اللي في الخشبة، هو اللي في النعش، هو اللي محمول على الأعناق. تمنى أن يكون هو اللي هينزل القبر والحفرة من جمال دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا عم الشيخ محمود، ما نحافظ أدعية كتير للميت، قولها، ادعو ما يسر الله على لسانك، لأن بقول لك دي أفضل دعاء على الإطلاق. نسأل الله القبول. الحديث عند الإمام مسلم أن أبا عبد الرحمن عوف بن مالك قال: صليت أو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت منه، حفظت منه. شوف الناس الحريصة على الخير، ان انت بتخش من اللي صلى الجنازة ومن اللي ادن ومن اللي خطب. يا عم خليك في حالك، يا عم خليك في حالك لله. خش المسجد اكتسب حسنة لله، انت مالك؟ شوف الصحابة حريص على الخير، عايز يعرف ايه العمل اللي يقربه من الواحد القهار وايه العمل اللي يبعده عن النار. انما احنا لكلك في الفاضي، مفيش عمل، في لك في الفاضي. الناس دلوقتي هتشوف الفيديو ده 90% هيفروا. عايز واحدة بترقص، عايز واحدة بتغني، عايز واحد لاعب كوره، عايز يشوف الاهلي عنده كام نقطه، الزمالك عنده كام نقطه، ايه الصفقات الجديده. يا جدع يا جدع، احفظ اللي انا بقوله لك ده. ليه؟ لان انت لما تحفظه وتدعيه لاي ميت ربنا هيجند لك واحد لما تموت يدعي لك بهذا الدعاء، ربما ما يكونش من بلدك. يعني انت مثلا من السنبلاوين، من الشرقيه، يبقى واحد مسافر واتزنق أعزكم الله وداخل الخلاء والحمام ولقى الجنازة، قال لك اما اتوضى وصلي، فيدعي لك، فيقوم الواحد القهار يقول: غفرت لك من أجل دعوة هذا الرجل. ما انت ما تعرفش اللي بينك وبينه. اختصارا احفظ بقى، اكتبه في ورقة. طب نزل الفيديو عندك، اعمل له مشاركة عشان تحفظه، حفظه لأولادك هذا الدعاء. قال: حفظت ايه يا عوف بن مالك؟ قال: حفظت ايه؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه للميت، احفظ يلا: اللهم اغفر له وارحم، الله أكبر، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وولدا خيرا من ولده، وأدخله الجنة، وأجره من عذاب القبر وعذاب النار. بس حديث أكتر الناس حفظاه وأكثر الأئمة بتدعي للأموات في المساجد. مش عايز تحفظه ليه؟ احفظه، ثبته عندك في التكبيرة الثالثة. ادعي لأبوك بيه وانت ساجد، وانت ساجد لأمك، لأخوك، لعزيز عليك وانت ساجد: اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه. هكذا: اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله،
واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وولدا خيرا من ولده، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأجره من عذاب القبر وعذاب النار. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا. ويا رب يفرج هم كل مهموم، ويفرج كرب كل مكروب، ويرفع عنا البلاء ويرفع عنا الغلاء. آمين يا رب العالمين. وشير الفيديو، ما انتش عارف، شيره لعل الله عز وجل يفرج بفيديو مثل هذا، ربما واحد يحفظه وياخده في ميزان حسناتك، لأن الدال على الخير كفاعل. يعني وما كنتش عايز أطول في الفيديو والله. أحبكم في الله، أخوكم في الله محمود الطرشوبي. سلام الله عليكم.